وانا يعني بعد صلاة الفجر لقيت واحد جاي لي امس وكلمني وقال لي والله انا يعني بتاجر في المخدرات وعايز اكل عيالي وبشتغل في شغلانه ما بحبهاش. قلت له طيب يعني هو انت لما تشتغل في المخدرات وبعدين تاخد سجن 5-6 سنوات وتضيع اولادك وتخليهم يشحتوا رسمي، طب ما تتقي الله عز وجل وتاكل حلال. قال لي ما عنديش شغلانه. قلت له طيب يعني انا لو جبت لك شغلانه انت عايز ايه بالظبط؟ قال لي عايز عربيه كر ومهر فرس يعني. قلت له خلاص اجيب لك عربيه كر وفرس بس تستقيم وتاكل حلال وهتستطعم اللقمه الحلال. الكلام ده انا ما وصلتلوش طفرة. كان زمان لما يقول لي تاجر مخدرات كان ممكن اخنقه، ازاي وايه اللي جابك والكلام ده. لا، الواحد بقى لما مرت به الايام وتعلم من سير هؤلاء العلماء ان الانسان قد يدفع الى المعصية دفعا وليس له رغبة انه يفعلها، فاذا لطفت به ورفقت به في هذه الحال ممكن يسبقك الى الله. برغم شوف يعني هو تاجر مخدرات ولا بيشتغل في الحشيش ولا الكلام ده، لكن ممكن يسبقك الى الله عز وجل. وهؤلاء اولى بالرعاية والعون طالما انه هو جاي عشان يشتكي، عايز واحد يحنو عليه. وده بقى هذا الفقه لو ساد عندنا بضوابطه المعروفة لخفت المعاصي من المجتمع.